آخر اللي سمع الجزء الثاني، التسجيل رقم 1. ما نمتش الليلة دي، كل ما أقفل عيني أسمع نفس الصوت، نفس التقيل قريب من ودني، كأن المسجل لسه شغال. صحيت الصبح وقلت لنفسي ده شريط قديم ومكان مهجور، أكيد تأثير نفسي. بس الفضول ما سابنيش، رجعت المستشفى. الممر كان أطول من امبارح، أو يمكن أنا اللي كنت بتمشى أبطأ. كل خطوة كان صوتها بيرن في الحيطان. وصلت لغرفة التسجيل، الباب كان مفتوح مع إني متأكد إني قفلته قبل ما أمشي. المسجل كان في نفس مكانه، بس الشريط اتغير، مش رقم 0، كان مكتوب عليه 1. إيدي بردت. أنا متأكد إني ما لمستش غير الشريط الأول. مين اللي غيره ومتى؟ قعدت قدام المسجل، بصيت حواليا، الأوضة فاضية، بس الإحساس إن في حد واقف ورايا ما كانش بيروح. ضغط التشغيل، الصوت بدأ فورا، من غير نفس، من غير تشويش. صوت واضح هادئ بس مرعب. التسجيل رقم 1، لو وصل لك يبقى أنت كملت بعد ال0. الصوت سكت ثانية وبعدين كمل. اللي قبلك ما وصلش هنا. حسيت بعرق بارد نازل على ظهري. قلت بصوت واطي، مين اللي قبلي؟ كأن الصوت سمعني، رد فورا. اللي فتح الباب ومرجعش يقفله. لفيت بسرعة ناحية باب الأوضة، كان مفتوح شبرين مع إني قافله بإيدي. رجعت بصيت للمسجل، الصوت بقى أوطى. لو سمعني دلوقتي بص وراك. قلبي دق جامد، ما بصيتش. قلت لنفسي دي لعبة نفسية. الصوت كرر، بص وراك. غصب عني لفيت. الممر كان فاضي، بس في آخره باب كان بيتقفل ببطء من غير ما حد يلمسه. رجعت بسرعة للمسجل. الصوت قال كويس إنك ما خرجتش، لأن اللي بيخرج ما بيرجعش للتسجيلات. إيدي بدأت ترجف، كنت عايز أقفل المسجل بس الصوت سبقني. لسه بدري، التسجيلات لسه في الأول. الصوت سكت وبعدها سمعت حاجة من الممر، مش خطوة، جري. حد بيجري وجاي ناحية الأوضة. المقبض اتحرك، باب الأوضة اتفتح نص فتحة بس ما دخلش حد. الصوت رجع آخر مرة، لو الباب اتفتح ما تبصش جوه. الباب اتفتح أكتر والضلمة كانت واقفة وراه كأنها حاجة حقيقية.